السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نشرة أخبار حزب التحالف الوطني المصري وأهم الأنباء. أصدر السيد النائب محمد القاضي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ATE قراراً تنظيمياً بناء عليه تعيين السيد الأستاذ عادل عبد الرحمن محمد عبد المقصود أمين اللجنة العليا للاتصال السياسي والأمن القومي. كما أصدر السيد النائب محمد القاضي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف قراراً تنظيمياً بناء عليه تعيين السيد الأستاذ إيهاب عبد الواحد محمود خليل أمين لجنة العمل الجماهيري. كما أصدر أيضاً قراراً تنظيمياً بتعيين السيد الأستاذ عبد الرازق علي سليم محمد أمين لجنة المجالس المحلية. وأصدر أيضاً قراراً تنظيمياً بناء عليه تم تعيين السيد الأستاذ حسن فتحي حسن سند الأمين العام المساعد. وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.